السلام عليكم غالياتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اختكم شهرزاد، ان شاء الله راكم بخير والفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير. بسم الله ونصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اليوم راح نديروا مع بعضنا مشروع مصغر لربات البيوت اللي هي وصفه صب الرشراش، لكن على طريقه جديده، يعني مغايره تكون مودرن شويه، نواكبوا العصر شويه. زمان كنا نقطعوه هكذا في السنيوه مربعات ونقسموه ويجي ما شاء الله عليه. الوصفه هذه راح تقطع لكم كميه لا بس بها، تقدروا تعتمدوها كمشروع. انا قطعوا لي هذا الكميه، قطعت لي 15 حبه، لكن في صندوق الوصف راح نخليكم اللي تحب تخدم مشاريع يعني ب 250 غرام مارغرين تقطع لك 30 حبه. الوصفه تاعنا بسم الله تقول عندنا 125 غرام تاع مارغرين، 125 غرام مارغرين، 3 مغارف سكر جلاس، وعندنا ملعقه تاع لافاني صغيره، عندنا رشه تاع الملح، وعندنا كيما شفتوا حبه بيض كامله. المقادير هادو نحطوهم كامل مع بعض ونزيدوا عليهم 5 مغارف تاع زيت، ونخلطوا مليح هذيك المارغرين مع السكر والبيض والزيت ولافاني والرشه نتاع الملح، نخلطوهم مليح مليح حتى يولوا لنا غامولي كيما نقولوا كالمرهم. انا هنايا المارغرين هدا وين جبتها من فريجيدار، نتوما تجبدوها من قبل، خلوها بدرجه حراره المطبخ، من بعد تستعملوها تجيكم ما شاء الله. ولا حبيتي تسرعي العمليه هذه عليك وعلى الباتور، ضربي بالباتور الخليط نتاعك، من بعد نحي الباتور وحكمي الفارينه نتاعك وضيفيها بالعقل. الفارينه هنا راح تدخل لنا 3 كيسان ونص، الكاس الوزن نتاعو 220 مليلتر. حبيتوا تضاعفوا الكميه دوك نقول لكم ديروا 250 غرام تاع مارغرين، 6 مغارف تاع سكر، 2 حبات نتاع بيض، عندنا 10 مغارف تاع زيت، ورشه نتاع الملح اكيد اللي ما نستغناوش عليها، وملعقه تكون كبيره تاع لافاني. والفارينه راح نروحوا حتى ل7 كيسان يكونوا معمرين مليح. هادو هما المقادير، راني عطيت لكم مقادير تاع 15 حبه ومقادير تاع 30 حبه اللي تحب تخدمهم كمشروع. هنايا دوكا انا راني نخدم ودوك نشكلوهم. العجينه تاعنا هنا تكون طريه، وبطبيعه الحال راح تكون عجينه متماسكه ما تلصقش في اليدين. دوك احنا واش نديروا، نوجدوا ليمول تاعنا. راح نعمروا ليمول هنايا تجيكم بالتدقيق، يعني تجيكم 15 مول، نقسموا نص الكبير نعمروا به ليمول ونخلوا شويه، دوك نزيدوا نشيحوه باش نرحيوه من الفوق. هنا نعمر ليمول تاوعي عادي ونتقبهم بالفرشيطه 2 تقبات ولا 3، ما نكترولهمش باش المعجون ما يسيلناش. من بعد نكملوا المراحل مع بعضنا. المعجون انا درت تاع الكرموس، لكن نتوما الا تستعملوا مشروع ديروا المعجون تاع الكيلو هذاك تاع المشمش، راح يقطع لكم كميه اكبر وتستعملوه عده مرات. نديروا ما يعادل ملعقه صغيره برك، مغرف صغيره تاع معجون في كل مول. المول هذا القطر تاعو راه 5-6 سنتيمتر، ما همش الكبار. المهم يجوا متحوفين ويجوا بزاف كيوت شابين. ومام سعر البيع دوك نقوله لكم، شوفوا حبيباتي، سعر البيع راح يكون 10,000 الحبه، لانه الحجم تاعهم ماهوش الصغير خلاص خلاص وماهوش الكبير، راهو متوسط. 10,000 الحبه تتباع في القهاوي، هذاك هو. كيفاش تروجي لاي مشروع؟ دوك نقولك حبيبتي، بون الحاجه الاولى الاستعانه بالله عز وجل، الحاجه الاولى تكلي على ربي، خدمي حاجه وبروبوزيها للقهاوي، زعما الزوج تاعك ولا خوك ولا وليدك قال انا نخدم هكذا، الا حبيتوا نخوض التجربه معكم نخدم معكم، هام ليكم لي موديل اللي نخدمهم. هذه يعني كاول مرحله ديريها باش تولي تتعاملي مع القهاوي. الا حبوا يخدموا معاك اكيد راح تخدمي. شوفوا كاين بزاف اللي يقول لك لازم الكود بار، الكود بار هذا لازم تديريه، لازم تكون عندك بطاقه حرفي، لازم هكذا، فيها شويه صوالح. بصح اغلبهم يعني قهاوي يخدموا اجور، هذه لي سوبيغات يطلبوا لك هذاك الكود بار وديريه، ولازم المنتج تاعك اللي تسوقيه لازم تكون فيه الماده الحافظه. لكن القهاوي يخدموا يوميا، يعني يوميا يبيعوا الصباح والعشيه، ما راحش يقول لك اعطيني كود بار ولا اعطيني، باسكو السلعه تمشي تتباع يوميا. بالنسبه للسوبرات تختلف الموضوع شويه. ان شاء الله راح نطلق لكم في هذه المواضيع في مشاريع اخرى
هكا باش الاغلبيه تاع الاخوات هنا يستفادوا معايا. هنايا بقات لي ديك الكميه نتاع العجينه ماشي بزاف. واش ندير هنايا؟ نجي نزيد لها 2 مغارف تاع فارينه، ونبقى هكا نحل فيها بين يديا باش تورينا شغل الصابلي، تولي عجينه هنايا مرمله كيما نقولوا بالعاميه. انا نعاود نجوزها في سكرفاج هكذا. نتوما من الاحسن السكرفاج اللي يكون شويه خشين ماشي هذا الرقيق. انا هذا اللي متوفر عندي. شوفوا خياتي، يعني العجينه كي تكون مخدومه مليح ما تسحقش ميم با هذاك سكرفاج. وفتيها بين يديك وديري عمري لي مول تاوعك. وخليهم كامل حتى يتعمروا. ديريهم يطيبوا كيما انا طيبتهم في فرن تلمسان. فرن تلمسان كيفاش ندير له؟ يعني فرن تلمسان من اروع الافران اللي تقدري تستعمليهم في المشاريع، يساعدك في الحلو وفي المالح. نسخنوا، نشعلوا، نحطوا نار متوسطه، غير من تحت نشعلوا نار متوسطه. نسخنوا مليح حوالي 5 دقائق 10 دقائق. من بعد نقسلو وندير الكاطو نتاعي ولا ليكيش ولا اي وصفه راني حابه نديرها، ونقص النار ونخليهم يطيبوا. فبالتالي يحمروا لك من الفوق ومن التحت بلا ما تشعلي من الفوق. النار تكون متوسطه القليله باسكو على بالكم فرن تاع تلمسان جاي سخون، لازم شغل تعطيلو الريجيم تاعو كيما نقولوا، لازم تكوني تعرفيلو. سخنيه مليح، من بعد نقصيلو خلاص وخليه يطيب يحمر لك بلا ما تضطري تشعلي له من الفوق. هذه هي ختيتو. ان شاء الله نكون فتك. وقلت لكم نخلي لكم الوصفه دوبلي، يعني مكتوبه مضاعفه، تخرج لكم 30 حبه وتخرج لكم 15 حبه، نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. صندوق الوصف كيفاش تدخلوا له؟ كليكيو على العنوان، الضغط على العنوان تدخلي مباشره لصندوق الوصف، تلقاي الوصفه مكتوبه. حبيبتي ما تنساوش تبارطاجيو لنا القناه باش الناس ان شاء الله تكون هذه القناه نفيدوا بها الغير. الوصفات اللي يكونوا هكذا وحدهم ماشي في الروتينات دائما تلقاهم في قناتي الاولى مطبخ وتدابير شهرزاد. اما الوصفات منفرده اللي يكونوا مشاريع ولا وصفه نتوما تطلبوها مني نخرجها لكم من روتين، راح نحطها لكم في قناتي هذه شهرزاد ديزاد. ومرحبا بكم كاملين. هنا سي بون، راكم تشوفوا داروا لي 15 حبيبه ما شاء الله. ندخلهم للفرن هنا بعد ما كون سخنتو، وشوفوا يعني ما شعلت لهمش من الفوق، وشوفوا كيفاش تحمروا ما شاء الله. دونك نجبدهم، والديكور حسب الرغبه. الديكور هنا راني راح ندير نص تاع سكر جلاس ونص نخليها هكذاك. الا عندكم فروي كونفي هذوك سوريس كونفي ديروا شويه في الوسط يعني للديكور. بصح كي تحبوا تخدموهم مشاريع ما كان لي هذوك التكاليف الزايدين، زعما تزيدي السوريس كونفي هذاك ولا، حطوهم هكذا في لي كيسات وبيعوهم وبصحه والهنا. راكم تشوفوا هنايا كميه قليله باطا مارغرين. انا درت منها غير نص. كي ديروا مقادير تاع 30 حبه باطا مارغرين، 2 بيضات، الفارينه، شويه زيت، راح تدخلي 300 الف من 30 حبه. يعني هذا راهو مشروع مربح جدا. ومام تقدروا ديروهم للمناسبات هكا يتقدموا في لي سال دي فات، تقدروا ديروهم السابع هكذا، سما حاجات تمشي مع قهوه حليب ويجوا بزاف بنان، والريحه تاعهم ما عندي ما نقولكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها، واللي كسبتها مشروع بصحتها، واللي ماشي تاع مشاريع راكي كسبتيها وصفه لوليداتك تحمري بها وجهك ولا لضيافك. وصفه جزائريه لا يعلى عليها، راهي شويه موديرن بصح البنه مضمونه من تقاليدنا الجزائريه لوصفاتنا وتراثنا الجزائري الاصيل. انا هنا راح نقسم معكم حبه لكن راهي سخونه، ثم خلوهم يبردوا. هذاك المعجون يعاود يشد روحه. بنه خياليه البنات، نتمنى تجربوهم وتخلوا لي تعليقاتكم في القناه، واللي تحب التطبيقات تاعها تحطهم لي. نخليكم في صندوق الوصف روابط التوعي، وبقوا على خير خياتي.